أهلا بيكم في حلقة جديدة من مراية الروح. كلنا بنمر بأوقات صعبة وضغوطات، سواء في الشغل أو الدراسة أو المسؤوليات اللي علينا، أو حتى من توقعات الناس حوالينا. والسؤال هنا، إزاي نتعامل مع الضغوطات من غير ما تسرق سلامنا الداخلي؟ النهاردة هنتكلم مع بعض بهدوء عن طرق بسيطة وعملية تساعدنا نعيش وسط الضغوطات من غير ما نفقد نفسنا ولا سلامنا الداخلي. يعني إيه ضغوطات أصلا؟ الضغوطات مش شرط تبقى حدث كبير، ممكن تكون تراكم لمهام صغيرة. في عندنا نوعين من الضغوطات، في ضغوطات إيجابية وفي ضغوطات سلبية. الضغوطات الإيجابية زي تحضير الامتحان أو شغل جديد، ده بيديك حافز بيحفزك. أما السلبية زي مشاكل متكررة أو ضغط نفسي، ده بيسيب جواك توتر وقلق. المهم نفهم إن الضغوط هي جزء طبيعي من الحياة، لكن اللي بيفرق هو رد فعلنا ليها. طب ليه الضغوط بتأثر علينا؟ إنها بتخلينا نحس إننا فاقدين السيطرة، ولأنها كمان بتستنزف طاقتنا العقلية والجسدية، ولأنها ممكن تخلينا نشك في نفسنا ونفقد ثقتنا. لكن الحقيقة إننا أقوى من الضغوط لو عرفنا نديرها صح. لو جينا عملنا خطوات كده بسيطة كده عشان نخف من الضغط اللي علينا، نعمل إيه؟ ننفس بوعي، ناخد نفس عميق ونطلعه بكل هدوء. دي أول خطوة، دي لما بنعملها بتهدي العقل بتاعنا. طيب، تاني حاجة نرتب الأولويات، مش كل حاجة لازم تتعمل في نفس الوقت. نقول لأ أحيانا عشان نحافظ على طاقتك. الكتابة، اللي احنا نفضفض على الورق كل اللي مضايقك، هتحس إنك أخف وقتها. العناية بالنفس، أكل صحي، نشرب مية، نلعب رياضة بسيطة، أو حتى نمشي. تجزئة المشكلة، نقسم المشكلة الكبيرة لخطوات صغيرة. نطلب الدعم، نكلم صديق أو حتى نتشارك مع حد قريب مننا. زي مثلا أمثلة، لو جينا نبص على تجارب من الحياة ناس مرت بيها، زي طالب مثلا عنده امتحانات كتير جدا في أسبوع واحد، وكل يوم مادة مختلفة، وكل مادة محتاجة تركيز منه كبير. أول ما يبص على الكتب دماغه بتقفل ويحس إنه مش هيعرف يخلص. بس لما يجي ويقسم المواد دي لأجزاء صغيرة، هيلاقي نفسه إنه بينجز أكبر وبيستوعب أفضل. زي برضو موظف مطلوب منه إنه يخلص مشروع ضخم في 3 أيام، طبيعي برضو إنه يحس إن الحمل فوق طاقته. لكن لما يقسم الشغل لمهام صغيرة ويطلب مساعدة من زمايله ويحدد مع مديره الأولويات، هيكتشف وقتها إن اللي كان شايفه مستحيل بقى قابل للتنفيذ. وزي برضو كمان ضغط المجتمع والعلاقات، زي بنت كل مرة بتروح مناسبة عائلية بتسمع السؤال المعتاد: انتي امتى هتتجوزي؟ انتي ليه ما اتجوزتيش؟ او شاب اهله بيقارنوا: بصوا فلان سبقك ازاي، انت ليه ما مش بتعمل زيه؟ الضغط ده مؤلم جدا. الحل انك تفكر ان حياتك ليها توقيتك الخاص بيك انت، وتحط حدود لسلامك النفسي. ارضاء الناس عمره ما بيخلص، لكن رضاك عن نفسك هو الأهم. الضغط النفسي الداخلي، شخص بيقضي ساعات على السوشيال ميديا، بيشوف نجاحات الناس اللي حواليه وصورهم ويحس انه متأخر او مش كفاية. الضغط هنا جاي من جواه هو، من مقارنة نفسه بغيره. لما بدأ يقلل وقت التصفح وكتب يوميا 3 حاجات ممتن ليها، لقى نفسه بيبص لحياته بنظرة مختلفة وبدأ يشوف قيمته الحقيقية. طب تيجي نبص على الجانب النفسي والروحي. تذكر دايما انك مش لوحدك، كل انسان بيمر بمرحلة ضغوطات. ممكن يدعي، تقرب من ربنا بالدعاء، تأمل، او اي شكل من اشكال الروحانية اللي بتخلي القلب اهدى. لما تحط الضغوطات في حجمها الطبيعي هتكتشف انها مش بالحجم اللي انت متخيله. طب تعالوا كده نعمل تمرين عملي بسيط كده مع بعض. تعالوا نقعد في مكان هادي وناخد نفس عميق ونخرجه بكل هدوء. بعدين نفس كمان نخرجه بهدوء، نفس كمان نخرجه بهدوء. بعدين نفكر
في ضغط واحد بس من اللي مضايقك دلوقتي، وقول لنفسك أنا قادر أتعامل معاك بكل سهولة، خطوة بخطوة. ده ابتسم، حتى لو ابتسامة بسيطة تقدر تكسر بيها حدة التوتر. الضغوط مش هتنتهي، لكن دايما عندك الخيار، إما تسيبها تكسرك أو تتعلم منها وتكبر بيها. كل مرة بتعدي ضغط وبتبقى أقوى وأوعى. وخلي شعارك دايما أنا أتحكم في ردة فعلي، مش الضغوط هي اللي بتتحكم فيا. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة. أشوفكم في حلقة جديدة من مراية الروح، وأتمنى تشاركوها مع أصحابكم وقولولي تحبوا الحلقات الجاية نتكلم عن إيه. أشوفكم على خير.